لو بتطلق إعلانات بس ما بتحققش مبيعات، حاب أقول لك إنه مش دائما حملتك الإعلانية هي سبب فشلك. للأسف في كثير من الأشخاص لما يطلق حملة إعلانية وما تحققش نتيجة من جانب مبيعات، يروح على طول يقول والله الحملة الإعلانية ما جابتش نتيجة. ولربما الحملة الإعلانية كويسة والمحتوى الإعلاني اللي بيستخدمه كذلك كويس وفي تدفق العملاء، وما يدري أن هذه العملية تقاس من عدة جوانب. لأنه عندنا هنا قناتين: قناة التسويق التي فيها الإعلانات، فيها الترويج والعمل على جانب الإعلانات. ولنفترض مثلا فيسبوك، ربما أنت اشتغلت كويس، عندك محتوى إعلاني كويس، وعندك كذلك ميزانية كويسة واستهداف مضبوط ونتائجك ممتازة، إلا أنه تدفق العملاء هذا يوصل لقناة البيع مثل واتساب مثلا، لكن ما يتمش البيع. فهنا أقول لك لا والله، مشكلتك مش بالإعلان، مشكلتك في قناة البيع نفسها وفي قمعك البيعي. فعندك هنا مجموعة من النقاط لازم تلتفت لها. أولا محتوياتك البيعية، أنت لازم أوريدي تكون مجهز محتويات بيعية. ولنفترض أنك تبيع مثلا منتج، لازم أنك تكون مجهز ملف تعريفي للمنتج هذا، لازم أنك تكون مجهز آراء للعملاء مثلا، لازم أنك تكون في حقيبتك البيعية مجموعة من العناصر اللي تكون موجودة وتساعدك كذلك في البيع وتسهل عليك عملية البيعية، خاصة العملية البيعية الرقمية. وثاني شيء وأهم حاجة، وأنا أعتقد أنه سبب فشل معظم الذي بيشتغلوا خاصة على جانب المتاجر الإلكترونية، هي خدمة العملاء. إما يكون هو شخصيا أو يكون عنده شخص موظف له عنده، وما يعرفش يرد على اعتراضات العميل، ما يعرفش يقنع العميل، ما يعرفش يتجاوب مع العميل وطلباته. فهنا على الأغلب المبيعات بتقل. فلازم أنه نعرف أن الموضوع يعتبر رحلة وعملية متكاملة. فلو عندي هبوط في نقطة معينة مثل المبيعات، لازم إني أقيس عدة جوانب وليس فقط الحملة الإعلانية. وهنا تأتي أهمية مؤشرات الأداء أو قياس مؤشرات الأداء. لازم أعرف إيش الذي أقدر أقيسه من الحملة وإيش الذي أقدر أقيسه من خارج الحملة ما بعد الحملة، لأجل أعرف أين مشكلتي بالضبط. لذلك إذا عرفت أين مشكلتك تكمن، أنا أضمن لك أنك بتحسن على المشكلة وتعالجها. لذلك أنا بدي لك نصيحة أخيرة: قبل أنك تقول أن في مشكلة، أعرف سبب المشكلة، شخص حالتك، كن كالطبيب، اعرف أين المشكلة قبل أنك تصرف الدواء. وهذا الذي أقدر أقوله لك. إذا حاب أني توصلك مزيد من هذه المحتويات ومزيد من هذه النصائح، سجل إعجابك بصفحة الأحمد وتابع حساباتنا. إذا عندك أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي تحت بالتعليقات وبإذن الله برد عليك. بالتوفيق.